السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم على خير وبخير. عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والهنا. جيت اليوم نشارك معكم الحلوه ديال الشهده. مقادير بسيطه وراه كلشي تعرف يديرها. منين درتها قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وتعجبكم وبالصحه والراحه. وما تنساونيش من لايك ولي كومونتير الزويونين ديالكم، وبصحة والراحة وعيد مبارك سعيد. ندوزو للمقادير على بركة الله. هيا درنا مارغرينا ودرت قبيصه د الملح، وندير شاصيه ديال الفاني، وندير 2 كيسان ديال سنيده ونخدمهم مزيان. والزبده تكون بحراره المطبخ باش تعاونكم، ولا كانت في الثلاجه حكوها. من بعد ما خدمت سنيده والزبده نضيف 2 كيسان ديال الزيت، وندخلهم مزيان. دابا نبقى نضيف البيض وحده بوحده. نضيف 4 البيضات. نضيف البيض اللي باقي، حتى 4 البيضات كاملين. نضيف كاس ديال الكوك كبير، انا نقول 5 دراهم اللي جبت ديال الكوك. درت منه دابا للداخل في وسط العجينه، وخليت شويه باش نكورها صافي وندخلهم مزيان. صافي دابا نبقى نضيف الدقيق. هما بديت تنضيف الدقيق، وهنا عندي 2 خمارات حمر نضيفهم حتى هما. صافي ونبدا ندخل ونخليوها شويه رطبه، ما نقصحوش العجينه بزاف، الجهد اللي تكورنا وما تبقاش تشقق.
هي دابا انا بديت نكورها من بعد ما جمعتها. تنديرو كرات على قد المرشم. انا غنزوق بهذا المرشم وتندوزها في هاد السنيده والكوك والفاني على هاد الشكل. ما ديريوهاش كامله، هي الجهه اللي غادي دار في المرشم. وهذا تنكون ندوزه في الطحين وكنبرك هنا، تنبرك عليها في وسط اللاطه على هاد الشكل هذا. ها هي الثانيه. هاي تخافوش منها تلصق، يا ما ديروش الكره كلها في سنيده باش ما تبقاش تلصقكم مع المرشم. هيا درت سنيده والكوك وغندير فيهم فانيا ونخلط العناصر كامله. هيا من بعد ما ساليت اللاطات دابا شعلت الفران تيسخن، نديرو في الفران نخليها العافيه تحت منها حتى نشوفها تحمرات، عاد نشعل العافيه عليها من الفوق توجد ونرجع معكم. هاو من بعد ما وجد هاو تيجي الشكل النهائي اللي كيجي عليه. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.